السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة استاد الأهلي. الزمالك هيلعب مباراة القمة خلاص. النهاردة كان في اجتماع مع السيد وزير الرياضة، واقتنع كابتن حسين لبيب وإدارته إن هم يلعبوا ماتش القمة. وهم قمة يعني ليهم كده إيه اللي هو عايزين يستفادوا إنه حد يتدخل ليهم علشان خاطر وقف القيد وحل مشكلة بوطيب والمديونية، علشان يحصل نادي الزمالك على الرخصة للعب في الكونفدرالية، لأن نفس المشكلة بيواجهها نادي المصري، برضو عنده مشكلة. وفي لاعب له فلوس أظن 450 ألف دولار عند النادي المصري، وعايز يحل برضو مشكلته. إن النادي المصري راح النهاردة اتحاد الكورة عشان خاطر حل مشكلة القيد وحل مشكلة المديونية، وبيشوفوا هيعملوا فيها إيه. لأنه غالبا والاتحاد الافريقي قال انه محدش هيشارك في اي بطوله افريقيه زي الكونفدراليه او دوري الابطال الا اذا ما عندوش مشاكل مع اللعيبه او مستحقات او وقف قيد او اي شيء من الكلام ده. فنادي الزمالك هيلعب، وانا قلت قبل كده نادي الزمالك هيلعب عادي، مفيش مشكله. وزي ما قلت لكم في الاجتماع اللي امبارح مع نائب احمد دياب، قالوا له من الاخر واخر الكلام ان احنا مش عايزين نلعب الاهلي، اجلوا لنا ماتش الاهلي. والنائب احمد دياب قال لك ما اقدرش، ده ترتيب جدول الدوري حسب قرعه، والمؤجلات زي ما كان ليك مؤجلات الاهلي له مؤجلات، وده ترتيب الجدول زي ما هو ماشي كده. وهم اجتمعوا مع الوزير النهارده، اجتماعهم مع النائب احمد دياب كان امبارح، النهارده اجتمعوا مع الوزير علشان واقتنعوا. الوزير قعد معاهم وقال لهم انتوا يعني مطالباتكم مبالغ فيها، موضوع التحكيم ده على الكل، وانتوا اكتر ناس انتفعتوا من التحكيم. اذا رجعنا لمشاكل التحكيم، الزمالك اكتر فريق انتفع من التحكيم، من اكتر الانديه اللي انتفعت من التحكيم. اقربها يعني ماتش سيراميكا اللي اختلفت نتيجه المباراه بسبب عدم طرد لاعب اللي هو حسام عبد المجيد. دي النقطه الثانيه، الكونغولي رضا الكونغولي طالع يقول ان الرابطه بتخاف او اتحاد الكوره بيخاف من الاهلي، بخاف من جمهور الاهلي، وناس شغاله على قد اللي هو تسخين المسؤولين وتسخين الدوله على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي. يعني رضا الكونغولي ده مش عارف يعني من الناس اللي بيستضفوه، يعني يطلع يقول انه ده انتوا بيخافوا من النادي الاهلي وعقوبه مش عارف كهرباء وعقوبه ايه. طب انت يا اور عقوبة دونجا فين لما قفش اسمه ايه زيزو؟ فاكر حد يعرف حاجة يا جماعة العقوبة دي حصل فيها ايه؟ طلعت من الدرج ولا ما طلعتش؟ ولا نعرف اي حاجة. حد عنده معلومة عن الموضوع ده؟ دونجا، فاكرين دونجا لما مسك احمد سيد زيزو لما جاب جول قفشه ازاي؟ حد العقوبة دي عرفنا حصل فيها ايه؟ ولا انت بس خايفين من الاهلي؟ خايفين من الاهلي؟ مين اللي خايفين من الاهلي؟ ده انتوا كلكم اعلام واتحاد كوره والزمالك كله بيسعى ان الاهلي ما ياخدش بطوله الدوري. المجاملات اللي شغاله لبيراميدز طول الماتشات ال 12 ماتش اللي شغالين اللي فاتوا، من غير المجاملات حتى الفرق واللي بتلعب بيراميدز تشوف حاجه واكسه. ها شفت ماتش بتاع المحله وهو بيلعب بيراميدز؟ ما شفتش المحله وهو بيلعب الاهلي. ده انا بقول المحله دي لو بتلعب الاهلي، بلديه المحله لو بيلعب كل الانديه زي ما بيلعب الاهلي، والله ده هيبقى تالت الدوري على الشراسه والقوه والضرب يا سلام. شوفوا هما بيلعبوا بيراميدز حاجه كيوت خالص، يا سلام يا اخويا كيوت خالص والله. اسمه بلديه المحل، لعيبه كيوت خالص ويخش فيهم جون عادي وبيلعبوا عادي، الناس بيأدوا 90 دقيقه كده والسلام عليكم وعليكم السلام، تغلب ولا في شراسه ولا شفت تشوف الماتش حاجه كده كئيبه. يعني حتى بتوع بيراميدز طلعوا ونزلوا جابوا فيهم جونين والسلام عليكم زي الحلاوه. تشوفوا هم بيلعبوا الاهلي ما شاء الله على الشراسه. يا اخي ده لو الانديه اللي بتلعب الاهلي وشراستها وهي بتلعب الاهلي عندهم الشراسه دي في باقي الماتشات، ده كان بقى دوري حاجه تانية. يعني زي ما بتلعب الاهلي لاعب غيره يا اخي. انا مش بقول لك انت ما تروح تلعب الاهلي ما تبقى ضعيف ولا تستكين عشان الاهلي يفوز عليك، لا العب كويس، العب واعمل مباراه كويسه، بس يا اخي خليك ماشي على نفس النسق، خليك ماشي على نفس الخط. تشوف بلديه المحله بتلعب بيراميدز، تشوف كل كام نادي الانديه امبي ولا مش عارف كان امبي وسيراميكا وبلديه المحله بيلعبوا بيراميدز.
حاجه، والفرق ما شاء الله عليهم كلهم حاجه، يعني حاجه كيوت جميله كده، يتغلبوا عادي بالساهل، ما فيش شراسه في اللعب. تشوف مثلا تدور على شراسه، بشوف ماتش بتاع البلديه اقول يا جماعه ده اكيد يعني بيراميدز حتى لو يعني فاز عليهم عشان هو اعلى منهم وسكواد احسن منهم هيبقى بصعوبه خالص. لا ده ولا بنت هل اللعيبه يعني حتى العرق كده ما فيش حاجه بسيطه خالص، حاجه لعب اللعيبه بتوع بلديه المحل حاجه كيوت وجميله كده، ما شاء الله عليكم يا اخويا. ايه ده؟ فكلهم دلوقتي يعني ايه متحدين على الاهلي. المهم احنا نخسر الاهلي ازاي؟ احنا كلنا مايلين وكلنا بايظين، فيلا كلنا ايه نقع مع بعض. طب ده في فريق كويس طالع فوق وكويس واحسن وناجح، لا هاتوا شدوا نزلوا يقعد معانا، الاهلي نزلوا يقعد معانا تحت هنا، خلينا نبقى كلنا في الميغا وبس طالعين بس اللي هم العياطين بتوع المظلوميه. الاهلي الاهلي الاهلي، طب احنا مش عارف ايه، مش هنلعب المؤجلات، قال لي عشان خاطر لا احنا مالناش دعوه بالفريق المنافس. انت يا حبيبي كل هدفك الفريق المنافس، انت خيبتك تقيله عشان خاطر مش باصص غير للفريق المنافس. انت لو باصص لنفسك ومركز مع نفسك هتكسب هتلعب. ركز في فريقك وركز ان انت تفوز كل الماتشات اللي جايه. انت مش عارفك يمكن الاهلي يقع، بس انت عايز بيراميدز ما يقعش يا عم، مش مشكله، خلي اللي بيراميدز يمشي. انت عايز الاهلي يقع تطلع انت تاني الدوري مش مشكله، انت كده كده بتحب التاني، ما بتحبش تبقى الاول ابدا. ناتش لو الاهلي، ما الاهلي كان في بطوله قبل كده، الاجتماع اللي كان منشور، الاجتماع موجود، اللي كان الزمالك سابق الاهلي ما اعرفش ب9 نقاط، وجه الكابتن صالح سليم اجتمع مع اللعيبه، كان الاهلي باين بيلعب في بطوله بره، وجاي اجتمع مع اللعيبه وقال لهم ملناش دعوه بالفريق المنافس ابدا، ولا تبصوا عليه ولا عايزين نعرف نتائجه ايه. احنا كل دورنا نلعب ماتشاتنا ونركز فيها ونكسب ماتش ماتش. وفعلا الاهلي في السنه دي خد البطوله، انما الزمالك على العكس، حتى كل اللي بيطلعوا يتكلموا تشوف المظلوميه وعايشين في ميه البطيخ، كل همهم الاهلي، كل همهم الاهلي يفشل ازاي. يعني انت مش همك انت تنجح، همك ان انت تفشل الاهلي بس. طب انجح، سيب الاهلي في حاله، انجح انت بقى، شوف شد حيلك. حتى لو بصيت للاهلي الاهلي والله عمل كده دي حاجه كويسه وماله اعملها انا. ما احنا انا كجمهور للاهلي بقول للاهلي كده. يعني انا دلوقتي بطالب الكابتن محمود الخطيب، بص على اللعيبه اللي في بطوله اليورو، لامين جمال ولا ويليامز اللي هم بتوع العيال اللي عندها 16 17 سنه، 17 سنه لسه ما تمش 17 سنه، والعيال عامله ايه. انت فين يا كابتن محمود الخطيب؟ فين الاهلي؟ فين مواليد 2003 ومواليد 2005؟ فين الناس دي؟ ليه ما بتصعدش الناس دي؟ هو قاعد بس كولر مفكر نفسه قاعد هنا في بيحقق احلامه في مدينه الاحلام، عايز مش عارف مين ابو 3 مليون دولار وعايز مين ابو 4 مليون دولار، وانا رايح العب في بطوله كاس العالم للانديه والناس دي مش هتنفعني. ليه يا حبيبي؟ ما تنزل تجيب ناس من تحت ويشاركوا يلعبوا. انت قضيت على اسمه ايه اللي هو باك الشمال بتاع الاهلي اللي كان المفروض يلعب مكان علي معلول. فين تطوير اللاعبين؟ فين تطوير اللاعبين يا كابتن محمود؟ فين اللعيبه اللي طالعه من تحت مسابقات هنا وبنختار لعيبه من هنا وعمالين نلف محافظات مصر؟ مش عارف تطلع 25 30 لعيب يكونوا على الفرازه يغزوا افريقيا ويغزوا كاس العالم للانديه ويوصلوا؟ ايه المشكله؟ ايه اللي ناقص؟ اذا ما كانش روح يا عم تشوف الانديه اللي شوف التطوير اللي فيه لعيبه اللي زي المواهب دي. ما عندكش مواهب زي اللي هو لامين جمال ولا ويليامز، اللعيبه الصغيره اللي بتلعب في منتخب اسبانيا؟ ليه مش عارف تطلع 30 لعيب ولا 40 لعيب ولا 50 لعيب للنادي الاهلي يكونوا لعيبه على الفرازه، لعيبه 10 على 10 يكونوا مواهب؟ ايه المانع؟ بس نستسهل، بس نشتري. البلد فيها ازمه ماليه، دولارات، عمالين دولارات، تدفع دولارات هنا عشان خاطر نلبي احتياجات كولر. وانت دورك ايه يا كولر؟ يا اخي يمشي يا عم كولر، انا ما عنديش مشكله يمشي. والمدرب بتاع صن داونز نفسه يجي يدرب الاهلي، ما يجي يدرب الاهلي، ايه المانع؟ انما ايه اللي المياع اللي جاي يقضي احلامه عندنا ده؟ والله المفروض انت معاك القماشه اللي معاك دي تمشي نفسك بيها وتطلع منها احسن ما فيها، وتنزل تشوف اللعيبه المواليد اللي تحت 2000 2003 ده قاعد لسه تحت بيعمل ايه؟ مواليد 2003 و2005 ده قاعد تحت يعمل ايه؟ مستنيه قاعد يلعب في فرق الناشئين ليه؟ بيعمل ايه؟ ده بالتالي فيها كمان 2002 موجوده كمان، ده ما طلعوش. يعني 22 سنه و20 سنه و18 سنه، هتشركوا امتى وتلعبوا امتى؟ اذا كان يعني عندك سيوله تشتري دلوقتي، طب وبعدين؟ انت كل شويه في ازمات، سيوله تشتري لاعبين. ليه مش عارف تطلع باك شمال زي علي معلول؟ ليه مش عارف؟ ليه مش لاقي عندك زي محمد بركات؟ ليه مش لاقي عندك زي ابو تريكه؟ ليه مش لاقي عندك مهاجم زي متعب؟ عمال تدور على مهاجمين من هنا ومن هنا، معدومه خالص. يعني اداره الاهلي تراجع نفسها وتشوف المشكله دي فين يا كابتن محمود. عمالين تقول له هاني رمزي راح هنا وهاني رمزي وبيدوروا، ولجنه الكوره في الاهلي بتدور وتعمل. طب فين؟ انا عايز اعرف. مفيش لجنه ليه جوه مصر؟
مصر ما فيش فيها لعيبه معقول؟ لازم نفول للاخطاء بتاعتنا دي. هو مش معنى ان الزمالك مثلا وحش ولا فيه مشاكل ولا النادي ده فيه مشاكل ولا بتاع ان احنا ماشيين سليم. لا، ده احنا النادي الاهلي عندنا مشاكل اكتر ومطلوب مننا اكتر. انت المفروض ان انت تعمل فريق وتعمل اتنين فرق تنافس في كاس العالم للانديه. مش مجهزش نفسك ليه من بدري؟ انت عارف من سنتين ان انت هتشارك في كاس العالم للانديه، انما ايه ده؟ قاعدين بس ندور على نشتري لاعب من هنا وعلى نشتري لاعب من هنا. فين يا عم؟ يعني تشوف الاخبار على قناه الاهلي، الاهلي يجري اختبارات في محافظه الشرقيه، الاهلي يجري اختبارات في محافظه البحيره، الاهلي يجري اختبارات في محافظه القاهره، في الجيزه، في مش عارف الفيوم، مش عارف فين. طب ايه؟ طيب كل سنه الاختبارات دي شغاله. طيب بتجيب ناس منين؟ طيب ما طلعتش منهم حد ليه؟ فين مطلع لي مثلا 3 4 لعيبه يعني كويسين، 5 لعيبه كويسين؟ ليه مش عارف تطلع 30 لعيب 40 لعيب؟ ليه مش عارف تطلع وتستثمرهم؟ فين الاستثمار في اللعيبه؟ ومحمد صلاح ده طلع منين؟ ايه مش عارف تلاقي محمد صلاح؟ يعني مفيش هو محمد صلاح واحد انتهى خلاص مش هيطلع لنا تاني؟ يعني ده كلمتين والله نفسي اقولهم. يعني متغاظ انا الصراحه من كولر ومن زنه. انا عايز اللعيب ده وعايز اللعيب ده. ايه يا حبيبي؟ ايه؟ وما فيش حد تحت ينفع، ما فيش حد تحت ينفع، ما فيش حد تحت ينفع في اللي هم الفرق اللي هي الناشئين ودول. ايه ما فيش حد ينفع؟ طب امال ايه؟ يبقى الناس اللي اختارت دي كانت غلط. اما انت ليك نظره. طب شوفوا رؤيه كولر ايه واعمل ناس تجيب. هات اجنبي تحت، هات اجنبي في اختار اللاعبين وازاي يقدر يختار اللعيبه اللي عندها مهاره وعندها موهبه وقوه وتقدر تأدي. انما انت مطلع ان اللعيبه اللي طالعه من مصر كلها لعيبه خلصانه. مفيش، ما عندناش. لازم نشتري، عايزين نشتري مهاجم، عايزين نشتري باك شمال، وعايزين نشتري باك يمين، وعايزين نشتري خط النص، وعايزين نشتري مدافع. ما عنديش غير محمد عبد المنعم، ما فيش غير محمد عبد المنعم واحد بس. ايه معقول يا كابتن محمود؟ معقول يا اداره الاهلي؟ ايه الكلام ده؟ اما نشوف الاهلي هيوصل فين بقى بعد زنه ده كله والفريق اللي معاه ده. اما نشوف هيوصل فين في الدوري مع بيراميدز. يعني نشوف الدوري راح لبيراميدز كده وخلاص وانتهى والاهلي مش هيقدر يسد. يعني انت المفروض يعني تعمل خطه للاهلي، خطه على المدى الطويل، يا خطه خمسيه، خطه 10 سنين. شوف هتطلع فرق عامله ازاي وتستثمر في اللعيبه دي. انما انت بس تطلع عليه لاعب ولا اتنين. فين يا عم؟ ده تطلع فرقه كامله، تطلع فرقتين 3 فرق تكون لعيبه على اعلى مستوى. مصر مليانه. اللي تجيب محمد صلاح، اللي تجيب ابو تريكه، اللي تجيب بركات، تجيب تاني، تجيب ابراهيم حسن، حسام حسن، تجيب لعيبه تاني احسن واحسن موجود. انما استسهال الصفقات واستسهال الشراء من هنا والشراء من هنا. وبعدين ما انت جبت، ما عندك رضا سليم اهو قاعد ما بيعملش حاجه، عندك بيرسي تاو بيشتغل سنه وينام سنه. وبعدين طيب ده يعني ملاحظاتنا على الاهلي. يعني احنا خلينا في مشاكل الاهلي، مش هنقعد نبص للزمالك ولا غيره. الزمالك عايز يجي يلعب يجي يلعب، ما جاش عادي. يعني احنا نركز زي ما احنا ماشيين. بس انا كان من رايي ان انت فكر في الناس اللي تحت، فكر في تغيير كولر، جرب تجربه جديده مع مدرب صن داونز تجيبه والراجل كان مرحب. ونشوف النادي الاهلي بشكل تاني وان يحصل تطوير. انما احنا ماشيين بكولر بناخد البطولات فخلاص ماشي خلينا ماشيين. طب وبعدين؟ ده راجل بيستنزفك اصلا ماليا. راجل يعني حاطط احلام، عايز بس هاتولي اللاعب ده، عايز محمد كوناتيه. يا عم محمد كنت طالب 3 4 مليون دولار في السنه. ليه يا عم محمد كوناتيه يجي يعمل لك ايه؟ هيعمل لنا ايه؟ ايه يعني باربع رجول بست رجول يعني؟ ده اللي كنت عايز اقوله يعني. وما نشوف اداره الاهلي هتعمل ايه. شكرا لحضراتكم.